تسمو بنفحته ملائكة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوتي أخواتي، إن التوبة مطلوبة في كل وقت، ولكنها تكون آكد في مواسم الخيرات حيث تكون أشد طلبا، ذلك لأن الذنوب التي تحول بين العبد وبين اغتنام هذه المواسم يكون التخلص منها أسهل في مثل هذه الأوقات. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعفو قريب، والعفو سوف يشمل أغلب ما اقترفته يداك. إن من أعظم المصائب المصيبة في الدين. إخواني، أكررها، قد ربما تفوت عليك من أرباح الدنيا تحال بينك وبين من تحب، وقد ربما تفارق أقرب الناس لك، وقد ربما تخسر صحتك ويذهب عنك الكثير مما كنت تود أن تفعله. ولكن أعظم المصائب الداهية الدهياء هي المصيبة في الدين، أن تمر عليك مثل هذه المواسم وهذه الأوقات ولا تغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس يظن أنه يعصي الله والله لن يعاقبه، وذلك لأنه يرى النعم التي تترى عليه وعلى غيره ممن ربما وقعوا ويقعون في المعصية. فالمال موجود والأولاد بعافية وكل شيء على ما يرام، وهو لا يدري المسكين أنه يعاقب وهو لا يشعر. فهل هناك عقاب أشد من عدم شعوره بأن الله سبحانه وتعالى قد حرمه من اغتنام هذه الأيام بالطاعات؟ إن الطاعة شرف، وإن المعصية ذل. كان رجل في بني إسرائيل أسرف على نفسه بالمعاصي فقال: يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أما حرمتك لذة مناجاتي وطاعاتي؟ إنها أعظم مصيبة أن تحل عليك في دينك وأنت لا تشعر. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته